وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. انا هخش في الموضوع على طول. اولا انتوا نورتوني وشرفتوني، واحنا زرنا النبي صلى الله عليه وسلم. زرنا النبي جمله كتير كلنا بنستخدمها، يمكن عشان مشتاقين للزياره دي. ان شاء الله حتى يزورنا في المنام نشوفه ويشوفنا صلى الله عليه وسلم. شفت النبي حلقات تتكلم عن معاني كتير انا كنت مفتقدها، معاني كتير ما كنتش حاسسها تجاه النبي. اوقات كتير قوي كنت بحس ان الحب الزياده للنبي لما بنسمعه في دروس الدين وفي مجالس العلم والعلماء بيتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحب الزياده، كنا بنحس زي كتير مننا ان الحب ده اوفر شويه. لكن لما عرفت ان المعاني دي كانت متلغوشه علينا من ناس كتير، عرفت معاني ما كانتش واضحه بالنسبه لنا، عرفت يعني ايه الحب الحقيقي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه ان انا اقعد اوقات كتير، يمكن ساعات وايام وشهور وسنين، بس ما اعملش حاجه غير ان انا اتكلم عنه، ما اعملش حاجه غير ان انا احكي عن صفاته. النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش ازاي مع اصحابه، وشفت النبي عمل ايه مع اولاده، وشفت النبي عمل ايه مع الحيوانات والكائنات، شفت النبي عمل ايه مع الجذع ومع الجماد. تبتدي تعيش مع انسانيات هذا الرجل العظيم، وتشوف ازاي كان بيتعامل مع كل حاجه، ازاي كان بيتعامل مع كل تفصيله من تفاصيل الكون اللي هو كان عايش فيه صلى الله عليه وسلم. لما تبتدي تتعرف هتوصل لحاله من حالات الحب، لانه ما ينفعش حد يحب حاجه من غير ما يتعرف عليها. ولما توصل لحاله الحب دي توصل لحاله التعلق، ولما توصل لحاله التعلق هيبقى في المرحله الاهم وهي التخلق. انك بنشوف دايما اتنين بيحبوا بعض من شده التعلق، ومن كتر ما بيحبوا بعض بيقلدوا بعض. يمكن تحس ان هم بقوا شبه بعض في الكلام وفي طريقه الكلام وفي طريقه الحوار، وحتى بقوا بشكل بعض. شفت النبي صلى الله عليه وسلم حلقات هدفها ان احنا نتعرف، وبعدين نتعلق ونحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين نحاول ان احنا نتخلق باخلاق هذا الرجل العظيم صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم.